مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الجولة الثانية من الحوار الكردي انتهى، وذلك بالاتفاق على تشكيل المرجعية الكردية العليا. ترى ما هي التغيرات والتطورات من الناحية السياسية التي ستجربها معها هذه المرجعية؟ وما هي العقبات والتحديات التي تواجهها؟ سنناقش هذه النقاط في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المحاور، ولكن البداية مع هذا التقرير. بعد سنوات عجاف وبمبادرة أطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، بدأ الحوار الكردي والذي لاقى ترحيبا كبيرا من أبناء المنطقة، وخصوصا بعد الانتهاء من الجولة الثانية من المفاوضات الكردية والتي تمت بإشراف ورعاية ثنائية من البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في تلك المنطقة وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي. ويرى مراقبون أن هذا الحوار حقق تقدما كبيرا في تجاوز العديد من المسائل الخلافية والاتفاق على المرجعية الكردية التي تعتبر خطوة باتجاه ترتيب البيت الكردي وتوحيد الخطاب الكردي، والذي يشكل الخطوة الأولى في طريق توحيد الشعب السوري وإيجاد حل للأزمة السورية. ترى ما هي العقبات التي يواجهها الحوار الكردي وكيف ستؤثر على المنطقة بشكل عام؟ مجددا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي في الاستديو مسؤول العلاقات الدبلوماسية لحركة التجديد الكردستاني السيد عبد الغني عمر. مرحبا بك سيد عبد الغني. مرحبا بك سيد عبد الغني. بداية، العقبات التي تواجه الحوار الكردي كما تابعنا في التقرير، الجولة الثانية من المفاوضات انتهى بتشكيل المرجعية الكردية. ترى ما هي العقبات التي تواجهها تشكيل هذه المرجعية؟ بداية مساء الخير لكل العاملين في قناة رجاء، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة رجاء. نحن نعلم أن هناك عشرات المبادرات والمئات النداءات وعشرات المبادرات أطلقت لتوحيد الصف الكردي، جميعها باءت بالفشل. آخرها كانت مبادرة مؤتمر الوطني الكردستاني، رغم أنها كانت يعني مظلة سياسية للأحزاب الكردستانية. كلها باءت بالفشل. باعتقادي أسباب فشلها كانت لعدم يعني وجود سلطة لها أو صلاحية لها لتفرض الرأي على أي طرف والطرف الآخر. لهذا آخر مبادرة كانت مبادرة الجنرال مظلوم عبدي، باعتباره هي قائد قوات سوريا الديمقراطية، فكانت لها آذان صاغية، خاصة أنها دعمت أمريكيا وفرنسيا. هذه قوات سوريا الديمقراطية التي يعني اكتسبت صيت ودعم دولي وعالمي، لهذا كانت هذه المبادرة حتى الآن آذانا صاغية. نحن في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية اجتمعنا بخصوص تشكيل هذه المرجعية وتوحيد الصف الكردي. التجأنا إلى هذه النقطة لتوحيد الصف الكردي نحن بعد 9 سنوات من الأزمة السورية، وبعد يعني منذ عام 2014 وحتى الآن تشكيل الإدارات الذاتية. تشاركنا فيه جميعا 24 أو 25 حزبا، تشاركنا في هذه الإدارات وتحملنا أعباء الإدارة سويا. وصلنا إلى مرحلة اقتنعنا فيها جميعا بأن سوريا تتجه إلى حل سياسي برغبة الدول العظمى كروسيا وأمريكا المتداخلين بشكل كبير في الشأن السوري. لهذه القناعة يعني ارتأينا وأردنا بكافة الإمكانات أن نكون صفا واحدا. توحيد موقفنا في المحافل الدولية، أن يكون الموقف السياسي للكرد واضحا صريحا، موقف واحد، لنستطيع الحفاظ على هذه المكتسبات، لنستطيع الحفاظ على مكتسبات شعبنا ودماء شهدائنا. تجاوزنا المرحلة الأولى يعني التوقيع على الوثيقة السياسية. كلنا نعلم أنه منذ خمسينات القرن الماضي جميع الأحزاب والتيارات والتنظيمات السياسية الكردية كانت تريد الاعتراف بالقضية الكردية كقضية وطنية، الاعتراف الدستوري بالقضية الكردية والشعب الكردي، الحقوق الثقافية وخصوصية الشعب الكردي يعني الذي يعيش على أرضه التاريخية. الوثيقة السياسية لم يكن هناك أي مشكلة في التعامل مع هذه الوثيقة كونها متطلبات وتطلعات شعبنا.
منذ يعني كما أشرت يعني 1957 إلى الآن. المرحلة الثانية جاءت بتشكيل المرجعية الكردية. المرجعية الكردية كانت هناك بعض العقبات في عدد المشاركين في المرجعية، كان هناك بعض الخلافات في عدد يعني مهام المرجعية. تجاوزنا جميع العقبات. الآن اتفقنا على إيجاد يعني 50% لكل طرف، مجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 40% من أحزاب الوحدة الوطنية و40% من أحزاب المجلس الوطني الكردي، بالإضافة إلى 10% يكون يعني كل طرف يحددهم. هناك يعني كان هناك خلافات حول تحديد 10% وعدد الأعضاء. بالأخير اتفقنا على عدد 40 يعني 40 عضو. يعني كل طرف يحدد 16 ويبقى 4 لكل طرف هو يحددهم. نحن أردنا أن يكون هذه يعني ال4 مقاعد لكل طرف يكون من المثقفين والأكاديميين ومن هم على صلة أو تواصل بالقضية الكردية. بالأخير يعني كانت هناك خلافات وامتدت هذه الخلافات إلى أن توصلنا إلى اتفاق كل طرف حر ب4 المقاعد الأخرى التي سوف يملأها. نعم، حسب ما سمعنا وتداولته بعض وسائل الإعلام أن المسألة الخلافية بدأت في نسبة 10% أو 20% لكل من الطرفين. هناك خلاف حاد حدث في كيفية استغلال 20% للمستقلين أم للأحزاب. ترى ما سبب الخلاف الذي حدث في نسبة 20%؟ الخلاف كما قلت، نحن كأحزاب وحدة وطنية أردنا 10% أو 4 مقاعد في المرجعية يكون لصالح المستقلين والمثقفين والأكاديميين، يعني من هم على صلة بالقضية الكردية، لتكون المرجعية شاملة وكاملة تضم جميع أطراف الشعب الكردي، لا يكون بين الطرفين فقط أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي. خاصة هناك ربما حزب أو حزبين أو عدة أحزاب خارج يعني خارج الإطارين. إلى هذه النقطة بما معنى خارج الإطارين. نحن أردنا أن تكون هذه 4 مقاعد يفضل يعني أنه تكون لهذه الشرائح من المجتمع. الطرف الآخر أصر أن يحدده كما يشاء. بالأخير اتفقنا أن يعني نحن كما قلت في البداية جادين، لدينا نية حسنة في توصيل هذه المفاوضات إلى النهاية. لهذا نحن نحاول دائما تجاوز العقبات التي يعني تخرج أمامنا، يعني بغض النظر أو هناك مبادئ أساسية نحن نتعامل على هذه يعني ضمن هذه المبادئ. هذه المبادئ الأساسية في إيجاد عندما تكون هناك أي عائق نرى لها حل، يعني نحاول أن نتجاوزها مع الطرف الآخر. فهذه العقبة التي جرت معنا أن يكون 10% أو 4 مقاعد يكون من ضمن الأطراف. نحن قلنا يعني توصلنا إلى نتيجة معهم، كل طرف حر بمن يعني يدخل في هذه المرجعية هذه ال4 مقاعد أو يملأ هذه ال4 مقاعد. نعم، حسب الجلسات التي تم الانتهاء منها، هناك الجلسة الأولى والجولة الأولى والجولة الثانية. الجولة الأولى انتهت بسرعة، ولكن مرت الجولة الثانية بتباطؤ شديد. ما السبب بطء في الجولة الثانية؟ هل السبب كانت الخلاف الحاد على عدة نقاط، أم السبب تأجيل الجلسات الدائمة بينهما، أم هناك أسباب أخرى لبطء المحادثات في الجولة الثانية؟ حقيقة كما قلت لك، الجولة الأولى لم يكن هناك أي عوائق، كوننا متفاهمين ومتفقين على يعني حل القضية الكردية في سوريا وشكلها. أما المرجعية الكردية يعني ربما طالت وأخذ وقتا أكثر، لأننا اختلفنا على عدد المرجعية بالأول، اختلفنا على صلاحيات المرجعية. لكل المشاهدين يجب أن نعلم هذه المرجعية لن تكون السلطة على الإدارة الذاتية. المرجعية تكون مرجعية للكرد فقط. نحن الكرد هذه المرجعية تقوم برسم سياسات الكرد، تتحالف مع من يعني في الحروب وفي السلام وفي المفاوضات، رسم السياسة العامة للكرد. هذه الأمور كلها كانت يعني محل خلاف بيننا وبين الطرف الآخر. نحن أردنا ليس رغبتنا فقط، يجب أن يعلم المشاهدين ويعلم جميع شعبنا أن المرجعية لن تكون بديلة عن الإدارة الذاتية.
فالطرف الآخر كان يريد أن تكون هذه المرجعية يعني لها السلطة في حل الإدارة وحل المجالس وحل المؤسسات إلى ما هنالك. هذه كانت ضمن المبادئ العامة لا نستغنى عنها، فهي من مكتسباتنا ومكتسبات شعبنا. لذلك هذا الإطالة بأمد تشكيل المرجعية والإعلانها نتيجة صلاحيات المرجعية وعدد المرجعية ومهام المرجعية. سيد عبد الغني، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام وأنتم أيضا ذكرتم في سياق حديثكم وأيضا الأحزاب ذكرتها، هناك حزبين خارج الجلسات أو الحوار الكردي هما حزب الوحدة وحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. ما سبب استبعاد هذين الطرفين من النقاشات أو الحوارات الكردية، وهل استبعادهم سيشكل عقبة أم هناك مشاريع أخرى لانضمام هذين الحزبين إلى الحوارات الكردية وانضمامهم أيضا إلى المرجعية الكردية؟ باعتقادي نحن لم نكن أبدا سببا في إبعاد أي طرف. يجب أن نعلم ونعلم جميعا حزب الوحدة متمثل في مسد والمجلس التشريعي والمجلس التنفيذي. حزب الوحدة كان من الأجدر وكان من المفروض أن يكون مشاركا معنا في أحزاب الوحدة الوطنية، وخاصة أن 4 أحزاب من التحالف هم ضمن الأحزاب الوحدة الوطنية. أما حزب الوحدة نتيجة اتفاق بينهم وبين حزب التقدمي يعني هم أبعدوا نفسهم عن هذه المرجعية. أنا برأيي أن الحزبان، وكما أشرت في المقدمة، نحن جميعا متفقون على الورقة السياسية. هم يقولون أننا لم نتفق، يعني الورقة السياسية كان بين طرفين. الورقة السياسية لم يعني صحيح هي وقعت بين طرفين، ولكنها يعني تحتوي على كافة أهداف الشعب، وجميع الأحزاب لها هدف واحد، هي الاعتراف الدستوري بالحالة القضية الكردية. يعني هذه الأحزاب ليس لديها أي مشكلة في هذا الورقة، في يعني هذه الورقة وهذا الاتفاق. لذلك أعتقد أن هم أبعدوا نفسهم في البداية، حاولوا أن يكونوا في الخط الثالث بيننا. أما المرجعية تشكلت ولا زلنا في طور وصولها إلى النهاية. هذه الأمور منذ فترة يعني ظهرت على الإعلام باستبعادهم، نحن لم نستبعدهم. الوحدة ممثل ولا زال الباب مفتوحا امامها بالانضمام الى احزاب الوحده الوطنيه، او باعتقادي ان يعني الجنرال مظلوم عبده في تواصل معهم لانضمامهم الى هذه المرجعيه، سواء من يعني 10% او ضمن احزاب الوحده الوطنيه. وبامكان حزب التقدم الانضمام الى المجلس الوطني الكردي، كونها ايضا من مؤسسي المجلس الوطني الكردي وكانت من ضمن المجلس الوطني الكردي. لا اعتقد هناك مشكله اذا كانت هناك نيه حسنه في ايصال هذه المرجعيه الى بر الامان او يعني وصولها الى نجاح. إذا افترضنا أن هذين الحزبين رفضا الانضمام إلى أحزاب الوحدة الوطنية أو المجلس الوطني الكردي ليكونوا جزءا من المرجعية الكردية، ألا يخلق ذلك مشكلة أخرى على الأرض؟ حقيقة نحن كما أشرت نريد ونعمل جاهدا لأن يكون المرجعية كاملة وشاملة، حتى من طرف المستقلين ومن طرف يعني جميع شرائح المجتمع الكردي أو الشعب الكردي. أما أنا أعتقد حاليا يعني هناك أطراف على نقاش جاد معهم، سواء مع الوحدة بالانضمام سواء إلى أحزاب الوحدة الوطنية أو يعني أخذ كرسي واحد من 10% من ال4 كراسي المخصصة لنا، وكذلك تقدمي. غير ذلك أن رفضوا هذه علي يعني هم باستطاعتهم الاطلاع على الورقة السياسية وإبداء ملاحظاتهم إن كانوا جادين في إيصال هذه المرجعية أو تحقيق هذه المرجعية. نعم. نقطة أخرى سيد عبد الغني، ما هي النقاط التي تم نقاشها والاتفاق عليها التي تم حلها وتوقيع الاتفاقات على أساسها، وما هي النقاط المؤجلة في الجولة الثانية إلى الجولة الثالثة، وما سبب تأجيلها إلى الجولة الثالثة؟ نحن حتى الآن تجاوزنا جميع يعني العقبات وجميع الخلافات بإعلان المرجعية الكردية العليا، وسميناها المرجعية الكردية العليا. كان هناك كما أشرت خلاف في العدد، تجاوزناها واتفقنا على العدد وعلى
يعني تحديد 10% أو ال4 مقاعد خارج الحزبين. ليست هناك أي عقبات، نحن تجاوزنا المرحلة الأولى والثانية، والآن نحن في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة بالنقاش حول كيفية الانضمام إلى الإدارة. العقبات التي حصلت حقيقة أريد أن أنوه إلى شيء. نحن تشكيل الإدارة لم يكن بالأمر السهل، تشكيل القوات العسكرية لم يكن بالأمر السهل. نحن عانينا الكثير مع بعض في أحزاب المشكلة الإدارة الذاتية، عانينا وتحملنا الكثير وأعباء عظيمة سواء اقتصادية سواء اجتماعية سواء سياسية، حتى وصلنا إلى هذه الدرجة. عندما يأتي طرف آخر لم يكن لديه أي مشاركة في هذه أو أي تحمل مسؤولية لهذه الإنجازات أو المكتسبات، يأتي ويقول سوف نحل الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية ليست ملكا فقط للكرد وللمرجعية الكردية بإصدار قرار بحلها. الإدارة كانت هناك أعباء كبيرة حتى استطعنا إرضاء جميع المكونات يعني اطلاعهم على يعني العقد الاجتماعي والتوافق معهم حتى استطعنا تشكيل هذه الإدارات. أن نأتي بمجرد وجهة نظر أو رأي حل هذه الإدارة، هذه العقبات لن يعني تتجاوز بسرعة، وسندافع عنها ولن كما أشرت لدينا مبادئ عامة لن نتنازل عنها مهما كنا من يعني نريد المرجعية أن تصل إلى بر الأمان وأن تكون مرجعية كاملة وشاملة وتمثل سياسات الكرد، ولكن ليس على حساب مكتسباتنا. ما هي الملفات التي تم تأجيلها إلى المرحلة الثالثة؟ ليس هناك أي ملف مؤجل، نحن الآن نناقش المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة مرحلة كيفية الانضمام إلى الإدارة الذاتية. طبعا المجلس الوطني الكردي كان يعني لديهم طرح كما قلت بحل الإدارة، لكن هذا الحل لم يلقى التأييد لا من طرف أحزاب الوحدة الوطنية ولا من الأطراف الراعية. نحن نعلم أن هناك طرف راعي كطرف الأمريكي والطرف الفرنسي وقائد قوات سوريا الديمقراطية جنرال مظلوم عبدي، هؤلاء كلهم كانوا ضد هالفكرة وتم رفض الطلب يعني. لذلك اتفقنا على إيجاد صيغة أخرى هي الانتخابات. الانضمام إلى الإدارة على شكل انتخابات بالانتخابات. المجلس الوطني الكردي أبدى أن يعني عدم ارتياحهم للانتخابات في هذه الفترة، كون الأرضية غير مهيئة، كونهم كانوا مستبعدين من المنطقة. هذه كلها كانت افتراءاتهم، كانوا موجودين على الأرض كانوا يعملون كل شيء. رغم ذلك تجاوزنا هذا اتفقنا على إجراء انتخابات هم يحددونها سواء 9 أشهر أو سنة. بعد 9 أشهر أو سنة لحين إيجاد أرضية مهيئة للانتخابات كما أرادوا هم طبعا، ونحن متفقون. أما هم يريدون الآن المشاركة معنا في الإدارة لحين إجراء الانتخابات. نحن كأحزاب وحدة وطنية لرغبتنا بالاتفاق، ويعني حاولنا جاهدا بأن تكون هذا الاتفاق جديا. يعني ليس لدينا مشكلة في التنازل عن عدة مقاعد كانت للأحزاب الوحدة الوطنية أن نتنازل عنها لصالح المجلس الوطني الكردي لحين إجراء الانتخابات. نعم، تأكيدا على كلامك قبل قليل صرح السيد ألدار خليل بأنهم سوف يقومون بتقسيم المقاعد الخاصة بأحزاب الوحدة الوطنية بينهم وبين الأحزاب المجلس الوطني الكردي لحين إجراء انتخابات في المنطقة وتوزيع المقاعد على ذلك الأساس. سيد عبد الغني، المرجعية الكردية التي سوف تتشكل وسوف تشمل الكرد في شمال شرق سوريا وفي روج آفا، كيف ستؤثر على المنطقة تشكيل هذه المرجعية وتوحيد الكرد في إطار واحد تجمعهم مرجعية واحدة؟ هل ستؤثر على المنطقة سلبا أم إيجابا، وكيفية تأثيرها؟ القضية الكردية في سوريا قضية وطنية. جميع الدول المتداخلة في سوريا، عدد دول أو الأعداء الأزليين للكرد ممن عملوا جاهدا خلال 100 سنة الماضية على عدم توفر أي فرصة للكرد بمنح حقوقهم السياسية والثقافية. جميع الدول، قصدي الدول العالمية والدولية،
متفقة على إيجاد حل عادل للقضية الكردية. كون الكرد أثبتوا أنهم وطنيين وبجدارة، على عكس الأطراف المعارضة التي كما نرى اليوم وصلوا إلى أذربيجان وليبيا في سبيل حفنة من الأموال أو النقود وإلى ما هنالك. الكرد أثبتوا أن يسيطرون على يعني يملكون حوالي 30 أو أكثر من 30% من أرض سوريا. حاربوا الإرهاب مع التحالف الدولي، هم كانوا جزء من التحالف الدولي يضم 70 أو أكثر من 78 دولة، هم جزء من هذا التحالف الدولي. عملوا على إيجاد توافقية بين مكونات المنطقة، لديهم مشروع سياسي يحل يعني المشكلة السورية والقضية السورية. نحن ليس هناك أي شخص يعني أي حزب أو أي شخص في برنامجه السياسي الانفصال عن سوريا أو يعني هدم سوريا وصوملة سوريا كما كنا نقول سابقا. ليس لدينا رغبة بهذا الشيء، لذلك نريد سوريا قوية. عندما تكون سوريا قوية يجب أن يكون الكرد فيها أقوياء، يجب أن يكون الكرد فيها ذات يعني قوة موحدة، صوت واحد. لهذا أعتقد أن مشاركة الكرد في إيجاد حل القضية الكردية ستكون إيجابية، كون مشروعنا السياسي مشروع ديمقراطي نهدف إلى سوريا لا مركزية، ديمقراطية قوية، تشكيل جيش وطني، تشكيل قيادة وطنية، يعني توزيع الثروات بشكل عادل. فهذا المشروع السياسي الذي نعمل لأجله. غير ذلك نحن عملنا على إرضاء ويعني أخوة الشعوب في كافة يعني منطقة شمال شرق سوريا. هذا الأمر لم يكن بالسهل. تعميم هذا المشروع على كامل أرض سوريا سيكون قوة لسوريا. لذلك الدول التي يعني تحاول إيجاد حل لسوريا يرون أن في التوافق الكردي وإنشاء المرجعية الكردية حل عادل، يعني حل القضية السورية بشكل عام، باستثناء الدول الإقليمية كما قلت، بعض الدول الإقليمية والدول المجاورة التي ليست لها رغبة في أن يكون للكرد صوت أو أن يكون للكرد أي حق سياسي. سيد عبد الغني، هناك عدة مكونات التي تشكل الإدارة الذاتية غير الكرد. هناك العرب والسوريان وغيرهم من المكونات الذين يشاركون في الإدارة الذاتية، وكل حسب تمثيله وحسب وجوده في المنطقة يمثل نفسه في الإدارة الذاتية. هذه المرجعية الكردية هل ستؤثر على حقوق المكونات في الإدارة الذاتية؟ حقيقة نحن تناقشنا هذه الأمور كثيرا مع المكونات العربية والسريانية. المكونات العربية والسريانية وصلوا إلى قناعة تامة بأن هذه المرجعية، طبعا نحن نعرف الحجم البروباغندا الإعلامية التي يعني قام بها بعض من جهات الائتلاف وغيرهم، ان هذه المرجعيه تستولي على 30% من ارض سوريا والى ما هنالك. هذه الامور كلها اثبتنا لهم بانها افتراء. نحن المرجعيه الكرديه لن نكون بديلا عن الاداره الذاتيه. السوريان ممثلون بالاداره الذاتيه بنسبهم، العرب ممثلون بنسبهم، التركمان كذلك. المرجعيه الكرديه سوف تكون صوتا للكرد. نحن نذهب الى الانتخابات، السوريان يذهبون يعني معنا والعرب معنا. أنا أعتقد أن باعتقادي العرب والسوريان المتشاركين معنا في الإدارة وصلوا إلى قناعة بأن القضية الكردية قضية وطنية سورية. إيجاد حل القضية الوطنية السورية هي يعني القضية الكردية هي إيجاد حل ومشكلة سورية، يعني حل مشكلة سورية عامة. لذلك أنا بعتقد أنه هذول ما عندهم مشكلة و يعني تفهموا الموضوع أنه نحن في المرجعية الكردية لن نكون بديلا عنهم. أي أن المرجعية الكردية لا تؤثر على نسبهم وعلى وجودهم في الإدارة الذاتية أبدا. ولكن هناك من يرى مراقبون بأن المرجعية الكردية قد تؤثر على نسب السرياني والعرب الممثلين في الإدارة الذاتية، وأنت تقول الآن من المرجعية الكردية هي مناصفة بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي. أنت ماذا ترد على هؤلاء المراقبين؟ نحن لدينا عقد اجتماعي يجمعنا مع جميع مكونات المنطقة، لكل مكون نسبة في التمثيل. هذه المكونات يعني يحددها الانتخابات طبعا، حرة في تمثيلها، يعني هي لديها كامل الصلاحية في أخذ مقاعدها كاملة. نحن عندما نفاوض المجلس الكردي أو نتحاور مع المجلس الكردي لتشكيل مرجعية كردية، نحن نقول هذه حصة الكرد.
نحن نتحاور على حصة الكرد فقط، لا نتحاور على حصة السريان ولا نتحاور على حصة العرب. والعرب يعني نحن اتفقنا مع بعض أننا مع يعني شركاء في هذه الإدارة تكون إدارتنا أقوى، ونحن نكون مثالا نموذجيا لسوريا يعني كعامة. لذلك المقاعد التي سوف تحصل عليها الكرد أو المرجعية الكردية يعني مجلس الوطني الكردي والأحزاب الوطنية الكردية ستكون من حصة الكرد فقط، أي لا علاقة له بحصة العرب، لا بحصة العرب والسريان الموجودين في المنطقة يمثلون أنفسهم في طبعا. الإدارة الذاتية. سيد عبد الغني، هل لدى الإدارة المرجعية الكردية رؤية لإيجاد حل أو لحل الأزمة السورية كتشكيل المرجعية والأساسيات التي تم تشكيل المرجعية على أساسها كبنود الاتفاق على المرجعية؟ هل لديهم مشروع لإيجاد حل للأزمة السورية؟ بطبيعة الحال الاتفاق السياسي الأولي تنص على هذه الأمور. نحن كلنا نعلم وقلناها في البداية، نريد سوريا اللامركزية أو الاعتراف بالخصوصية الكردية الذي يعني يعيش على أرضه التاريخية، يعني الحكم الثقافي الكردي، الدراسة الكردية، اللغة الكردية، الجغرافيا الكردية، الفلكلور الكردي، كلها من ضمن الوطنية السورية. نحن نرغب في إيجاد جيش وطني، ليس جيش يعني لون واحد فقط. الجيش العربي السوري، كيف جيش عربي سوري وأنا كردي؟ الجمهورية العربية السورية، كيف الجمهورية العربية السورية وأنا كردي؟ أنا دافعت عن 30% 33% من أرض سوريا، ضحيت ب 12,000 شهيد، لدي 25,000 جريح، حافظت على أرض سوريا عندما انسحب النظام من مناطقي ولم يحافظ عليها. كل هذا بطبيعة الحال أنا ككردي لدي خصوصية في مناطق روج آفا، لدي حدود جغرافية. نحن لا هذه الحدود ضمن سوريا موحدة، ولكن جميعنا متفقين أن يكون سوريا لا مركزية، لن نعود إلى ما قبل 2011 مرة أخرى. حقيقة ليس لدينا الثقة، نحن نحتاج إلى دستور يكون برعاية دولية يحفظ حقوقي ككردي. هذه الأمور بطبيعة الحال هي من حقوقنا الثانوية. غير ذلك قواتنا العسكرية حافظت على يعني حدود سوريا وستحافظ على حدود سوريا، ولكن بخصوصيات المنطقة. نعم. ليس من الصحيح أن ننضم إلى جيش ليس لدينا فيه وجود. نحن نرغب، لدينا مشروع كمرجعية كردية أن تكون سوريا ديمقراطية لا مركزية. نعم. يعني كل المكونات يكون متساويين في الحقوق والواجبات. هذه البنود التي وقعت عليها المرجعية، الورقة السياسية للمرجعية الكردية، كل هذه البنود نعتبرها مطالب المرجعية الكردية. مشروع المرجعية الكردية التي ستحاول في المستقبل أن تطبقه على أرض الواقع. ولكن المسافة من النظام السوري والمسافة من المعارضة، هل تم نقاشها في المرجعية الكردية؟ حقيقة نحن عانينا من هذه المشكلة مع الطرف الآخر. يعني نحن لم نستطع أن نسمي الاحتلال بالاحتلال. ليس أراضي سريكانية وغريسبي وعفرين وإدلب وباب محتلة من طرف التركي. نعم. رغم ذلك نحن تجاوزنا هذه العقبات بأن نكون طرفا إيجابيا في هذا الموضوع. تحرير الأراضي السورية، تحرير الأراضي السورية من أي احتلال. لهذا يعني تجاوزا لهذه العقبة لئلا تكون مشكلة، نحن حتى الآن مع الطرف مجلس الوطني الكردي لم نستطع أن نسمي الاحتلال بالاحتلال، الاحتلال التركي لمناطقنا. لكن اتفقنا على بنود أن الأراضي المحتلة، يعني الأراضي التي هي خارج سلطتنا أو سلطة الحكومة السورية المركزية التي ستنشئ فيما بعد، سوف يجب أن تعاد إلى حضن الوطن. يعني هذا كان مطلب الطرف المجلس الوطني الكردي. هل تم تحديد المسافة بينهم وبين مشاركتهم بالائتلاف، وتم تحديد الصيغة التي سوف تتعاملون فيها مع النظام السوري كمحاورات أو مشاورات؟ طرف المجلس الوطني الكردي حتى الآن يستبعد، ليس يستبعد، يبعد أي نقاط للحوار أو للنقاش حول الائتلاف، كونه جزء من الائتلاف. وكما نعلم هو يعني لديه اتفاقيات مع الدولة التركية لا نعلم مضمونها بالضبط، ولكن هو يعمل مع الدولة التركية وهو جزء من الائتلاف. حتى الآن المجلس الوطني الكردي لم يعني يتقرب من هذه النقطة نهائيا.
ونحن كوننا في منطقة يعني نمر في ظروف حساسة حقيقة في هذه يعني الشهرين القادمين نشهد انتخابات أمريكية. الدولة الروسية تحاول يعني الوصول إلى حل سوري مع الكرد، تتناغم مع الكرد أحيانا، ولكن للأسف حتى الآن لم نستطع أن نكون يعني أن نأخذ ضمانات كتابية من أي دولة، لا أمريكا ولا روسيا. روسيا أحيانا تتناغم مع القضية الكردية، والآن أمريكا. طبعا في مستهل هذا الحديث أريد أن أقول أن زيارة جيمس جيفري كانت في هذا الصدد، يعني كرد على زيارة لافروف الذي تناغم مع القضية الكردية في مؤتمره الصحفي مع وليد المعلم. جيفري لم يأتي بشيء جديد سوى بعض الرسائل، ربما رسالة إلى يعني المجلس الأمريكي للتأثير على الانتخابات الأمريكية، كما حدث التطبيع مع إسرائيل في عدة دول. كل هذه الأمور الحوار الكردي سوف يدخل في خدمة الانتخابات الأمريكية. هو أبدى دعمه الكامل ودعم وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة الأمريكية لهذه المفاوضات، ولكن ليس لدينا أي ضمانات حتى الآن ما الذي سيحصل. كلنا نعلم على يعني بأن السريكانية يكون على اتفاق مع القوات الأمريكية، وخلال 24 ساعة انسحبت، والآن القوات الروسية هم ضامنين يعني الحدود. ربما الروس أيضا يهددون بالانسحاب من المنطقة، يهددون بالانسحاب بعد زيارة جيمس جيفري. هم يريدون العودة بالنظام إلى ما قبل 2011، وهذا الأمر مستحيل. نحن نعاني كما قلت لك عباء كبيرة، يعني حملنا. سيد عبد الغني، أريد التركيز على هذه النقطة في مسألة المرجعية. هل المرجعية حددت خطوات الحوار مع النظام السوري، أو حددت المسافة بينها وبين النظام السوري في مسألة الحوار أو مسألة الاتفاق؟ يعني المجلس الوطني الكردي طلب منا أن نقول صراحة أن النظام استبدادي. قلنا صراحة أن النظام استبدادي. طلب صراحة أن نقول أن النظام دكتاتوري. قلنا أن النظام دكتاتوري، ولكن الحقيقة السياسة بعيدة عن هذه الأشياء. النظام دكتاتوري، ولكن مصلحة شعبي أن يعني أتفاوض مع هذا النظام. هل سأطلب إسقاط النظام؟ أنا مصلحة شعبي. عندما كانت الجهات يعني البديلة، ولنقل البديلة المعارضة يعني للنظام، نحن نعلم يوميا ونرى يوميا ماذا يقولون عنا وكيف يتصرفون ضدنا، وماذا يعني كيف أصبحوا أجندات لدول إقليمية. كيف لي أن أتعامل مع هذه المعارضة؟ هذه المعارضة ليست وطنية. هذه المعارضة هم الانفصاليون، يدعون نحن انفصاليون، هم الانفصاليون بكل معنى الكلمة. يعني حتى يعني رفضوا الليرة السورية وتعاملوا مع الليرة التركية، ورفعوا العلم التركي، واحتلوا الأراضي السورية بيد التركية. نحن نرفض هذه الإجراءات، نحن يعني نقف ضد هذه المشاريع. لذلك الأخوة في المجلس الوطني في بناء المرجعية توافقنا أن مصلحة شعبنا يعني قبل كل شيء، سواء مع النظام، ونحن متفقون والمجلس الوطني متفق، وأمريكا وروسيا، أن قرار مجلس الأمن 2245 هو أساس الحل السوري. لذلك النظام قائم حتى الآن. نحن نحاور جميع الأطراف ومتفقين في المرجعية من يضمن حقوق شعبنا ومكتسباتنا. نعم. سيد عبد الغني، نذهب أنا وأنت وأعزائي المشاهدين لمتابعة هذا التقرير ونعود. إن أي خطوة إيجابية للحوار بين القوى السياسية الكردية ستلقي بظلالها على المنطقة، وستزيد فرص تحقيق الثقة والأمن والاستقرار بين الكرد أولا وباقي المكونات في شمال وشرق سوريا ثانيا، بما يضمن تمثيلا حقيقيا للجميع. ولكنها وبنفس الوقت ستواجه مخططات خبيثة من قبل بعض الدول كالاحتلال التركي وإيران وروسيا والنظام السوري، والتي تحاول نسف هذه الحوارات وإفشالها، وذلك لأن توحيد الخطاب الكردي لا يصب في مصالحها سياسيا. وهذا ما ظهر جليا في الاتفاق الثلاثي بين كل من روسيا وتركيا وإيران، الذين رفضوا مشروع الإدارة الذاتية رفضا قاطعا. كيف يمكن للمرجعية الكردية مواجهة هذه التحديات؟ مجددا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سيد عبد الغني، كما رأينا في التقرير هناك تحديات تواجه المرجعية الكردية، وبالأخص
الدول الإقليمية كإيران وتركيا وأيضا النظام السوري وروسيا. وحسب ما ذكر في التقرير الجلسة الثلاثية التي جمعت بين روسيا وإيران وتركيا الذين رفضوا في في البيان الختامي لاتفاقهم أو لجلستهم بأنهم يرفضون مشروع الإدارة الذاتية مشروع رفضا قاطعا. أنتم كيف ترون المرجعية الكردية ستواجه هذه التحديات التي تقوم الدول الإقليمية بخلقها أمام الإدارة الذاتية؟ حقيقة نحن نعاني من هذه التحديات منذ البداية، منذ تشكيل أول جسم عسكري كوحدات حماية الشعب. هذه الدول لا تريد لنا الخير، لا تريد لنا العيش بسلام. نحن دعاة السلام، نحن دعاة الحرية. أما هذه الدول التي تحدثت عنها هي الدول الأزلية في عدائهم للشعب الكردي ومنعهم من ممارسة أي حقوقهم. إلا أن نحن في المرجعية الكردية ونحن في أحزاب الوحدة الوطنية وفي الإدارة الذاتية ونحن في روجافا نواجه هذه التحديات أولا بمقوماتنا التي تشكلت منذ خلال 9 سنوات التي مرت. أولا إيجاد قوى عسكرية سورية. نحن نفتخر أن نكون سوريين وطنيين بخصوصيتنا الكردية. مقوماتنا كشعب باقي على أرض روجافا بأننا لم نحمل العداء لأحد، لا لدول إقليمية ولا لمكونات شعبنا. نحن تقربنا من كافة من كافة المكونات والشرائح بنفس المسافة. نحن نمارس حقنا في وطننا، في وطننا كسوريا. أعتقد أن الراعي الأمريكي والفرنسا وبريطانيا، هؤلاء الدول الثلاثة على الأقل، هم مؤيدون لما نقول نحن. سيكون الموضوع ليس بالسهل لتركيا أو لإيران بالتدخل في هذه المنطقة، كعودتها مثلا كما نقول تفعل كما فعلت في رأس العين أو بالعودة بها كما تشاء إيران وروسيا بالعودة بها إلى ما قبل 2011. هذه الأمور أصبحت أعتقد من الماضي. الدول الراعية لهذا الاتفاق هم الذين يجب أن يكونوا ضامنين لأمان وسلام منطقتنا والحفاظ على إداراتنا ومكتسباتنا. نحن للعلن نقول لا نسعى إلى الانفصال عن سوريا، كوننا نريد سوريا قوية. وأعتقد أن الجانب الأمريكي متفق تماما مع هذه الصيغة وأبدوا رغبتهم في حل القضية السورية ضمن قرار مجلس الأمن. هذا القرار أعتقد أن تركيا وإيران وروسيا هم أيضا على خلاف. يجب أن نعلم أن المنطقة تتجه نحو تغيير آخر، خاصة بعد المناورات التركية في شرق بحر المتوسط ومع حدود اليونان. المنطقة أكثر أصبحت أكثر ازدحاما بالفوضى والحروب. لهذا أعتقد أن الجانب الأمريكي رغم عدم ثقتنا بالجانب الأمريكي ولكن هي الضامن لهذه الوحدة والضامن للحفاظ على مكتسباتنا والحفاظ على إداراتنا. لذلك هذه التحديات كما قلت نحن تحملنا أعباءها وسوف نتحمل أكثر إلى أن نجد حلا جذريا للقضية السورية بشكل عام. نحن لا يمكن لنا حل قضية الكردية بدون القضية السورية. لذلك أقول المرجعية الكردية سوف تكون قوة لحل القضية السورية. سوف تكون لن تكون لديها أي خوف على أي مكون من المنطقة. ونحن في سوريا عندما نصل إلى حوار مع النظام أو مع الحكومة السورية سوف تكون حدود سوريا مرسومة ومعروفة. لذلك هذه التحديات ربما لن هم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هل لديكم استراتيجية لمواجهة هذه التحديات كاستراتيجية في المرجعية الكردية لمواجهة التحديات التي قد تخلق من تركيا، من قبل تركيا أو من إيران أو من قبل النظام أو من قبل الروس الذين هددوا بالانسحاب من المنطقة بمجرد الإعلان عن المرجعية الكردية العليا؟ نعم، حقيقة نحن كمرجعية كردية الاستراتيجية الواضحة لدينا هي التحاور مع النظام أو التحاور مع أي الدول المتداخلة في سوريا.
نحن يعني أبدينا استعدادنا للتحاور مع كافة منذ البداية، ليس من الآن، منذ البداية نحن منفتحون على جميع الأطراف، حتى الأطراف العربية والمعارضة، ولكن الحوارات والانفتاح يعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات لديها شروط وظروف معينة. نحن لا يمكننا أن نجلس مع الائتلاف السوري وهم يعني يمارسون الإرهاب بحق شعبنا، يمارسون الإرهاب بحق الحجر والشجر في عفرين وفي سريكانية. بطبيعة الحال هذه الأمور هي من مبادئنا، نحن نتحاور مع جميع الأطراف ولكن ضمن شروط وظروف معينة. نحن الآن نبغى أن تكون الحل السوري حل دولي، وقف إطلاق النار، سوريا أن تكون حدودها آمنة، ما يعني الوقائع على الأرض هي التي تثبت أو هي التي تتحكم بطاولة المفاوضات. لذلك نحن حتى في المرجعية الكردية يعني إحدى العقبات مع أخوتنا في المجلس الوطني الكردي تشكيل الإدارات والمنهاج المنهاج الكردي، يعني من المدارس يعني قوات سوريا الديمقراطية قصد هؤلاء أصبح يعني هذه الأشياء هي أصبحت واقع. نحن عندما نجلس طاولات المفاوضات نتحدث عن وقائع ما اكتسبناه على الأرض وما تسير على الأرض، ليس كما تسير في الخيال أو في هذه الأشياء. لذلك أنا أعتقد نحن كمرجعية كردية من أولى مهامنا هو الجلوس مع الحكومة السورية للاعتراف الدستوري بحق الشعب الكردي، وبالاعتراف الدستوري يعني الاعتراف بالإدارات أو اللامركزية السورية، سواء من خلال إجراء انتخابات أو تعديل الدستور. هذه الأمور كلها أعتقد أنها استراتيجية دولية، ليس استراتيجية مرجعية كردية فقط، استراتيجية دولية بتغيير في سوريا، إيجاد تغيير ديمقراطي في سوريا. وأعتقد أن الدول يعني هي التي حافظت على سوريا من الانهيار. كما نعلم أن روسيا تدخلت في الوقت الذي كانت دمشق على أبواب الانهيار، وجميع الدول يعني كانت مساندة للنظام السوري بالبقاء. لو لم يكن راضين عن ذلك لكان سوريا الآن كما الصومال وغير الدول. لذلك نحن متفائلون بهذا الأمر، أننا جزء من التحالف الدولي، نتعامل مع الملف الكردي أو ملف شمال شرقي سوريا مع الدول ذات الصلة في التدخل السوري وذات يعني الدول الكبرى كأمريكا وفرنسا وبريطانيا. سيد عبد الغني، أنت تتحدث عن الحوار مع النظام وتطبيق اللامركزية في سوريا. حتى الآن منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم ما يقارب 10 سنوات قد مرت، والنظام السوري لم يترك الحل العسكري، ودائما تحدث بينهما لقاءات بين الإدارة الذاتية والنظام السوري، لقاءات من أجل الحل أو الاتفاق أو الوصول إلى الصيغة، ودائما النظام السوري يقوم بخرق هذه الاتفاقات وينسى. ألا ترى أن النظام السوري بإجراء اللقاءات والمناقشات مع الإدارة الذاتية يحاول كسب الوقت للتخلص من بعض المناطق للوصول إلى مرحلة أخرى في الانتخابات القادمة وترشيح نفسه وبقاء في سدة الحكم مدة 4 سنوات أخرى والاستفراد بالإدارة الذاتية؟ ألا ترى ذلك من سياسة النظام؟ هل هذا النظام سيتم التعويل عليه مرة أخرى في المحادثات؟ أم هناك ضمانات دولية من روسيا والولايات المتحدة بتغيير ذهنية النظام؟ حقيقة أتفق معك. سوريا على حافة الانهيار الاقتصادي أيضا، استفرادها يعني تخلصها من بعض المناطق في إدلب وغير إدلب واستفرادها بالإدارة الذاتية لن يكون بالأمر السهل للنظام السوري. نحن مقتنعون أن النظام السوري هو أداة بيد روسيا. روسيا هو جزء من الاستراتيجية الدولية، دولة كبيرة يعني عظمى في مجلس الأمن. روسيا إن حاولت وجاهدت على أن تعود بالنظام إلى مناطق الإدارة الذاتية بشروط معينة لم تستطع حتى الآن، كون الوجود الأمريكي أعاد التوازن إلى المنطقة. نحن نعلم أن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا والاتفاق مع القوات الروسية بأن تكون الضامن لعدم الهجوم التركي مرة أخرى على مناطقنا أثار لدينا بعض المخاوف. لا نريد الاستفراد الروسي بالمنطقة. عفوا عودة، طبعا أنا أستطيع أن أقول أن أمريكا رسمت للمنطقة مخططا
مخططا لم يكن إنسانيا. أما هذا المخطط فشل عندما جاءت القوات الروسية إلى مناطقنا. كانت أعتقد أن ترامب أو إدارة ترامب كانت سلمت المنطقة بالكامل إلى تركيا، إلا أن تدخل القوات الروسية في الوقت المناسب أفشل هذا المخطط. أمريكا استيقظت أو شعرت أنها فشلت في هذا المخطط، فقامت بإصدار قرار أو عودة قواتها إلى سوريا. هذه القوات نحن بحاجة إليها لتكون التوازن في المنطقة. روسيا لا تستطيع أن تفعل شيئا بمفردها. سيد عبد الغني، هل كمرجعية سياسية كردية أو المرجعية الكردية العليا كما تم الاتفاق عليها، هل المرجعية الكردية العليا متفقة في هذه النقطة في التعامل مع التحالف الدولي والتعامل مع الروس والمفاوضات مع النظام؟ بطبيعة الحال المرجعية الكردية كما قلت من أحد مبادئها مصالح شعبنا. عندما تكون مصالح شعبنا في روسيا من الطبيعي أن نتعامل مع روسيا. نحن نتعامل مع جميع الأطراف، كون جميع الأطراف الدولية متداخلة في سوريا. عفوا. نحن مضطرين إلى التعامل مع روسيا والتعامل مع أمريكا. الكثير من الناس يقولون نحن حتى الآن لا نعلم مع من نتعامل. الدول المتداخلة في سوريا نحن نتعامل معها بجدية، نتعامل مع الروس، نتعامل مع الأمريكان، مع الفرنسيين. هؤلاء الدول لديهم قوة على الأرض وقوة سياسية في المجتمع الدولي، في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. هؤلاء الدول نحن أسمع كثيرا من أبناء شعبنا يقولون ماذا يفعلون هنا أو ما هو سر وجودهم هنا، لماذا لا نطلب منهم ضمانات. نحن حقيقة لنكن واقعيين، نحن لا نملك أبراج قوة لنفرض شروطا على أمريكا أو على روسيا. نحن في مرحلة النمو، نحاول كسب الرأي الأمريكي والرأي الروسي والفرنسي والبريطاني لنتمكن من ملامسة الواقع، ونتمكن من أن نكون قوة سياسية موجودة على الأرض. الكرد ليسوا كما الكرد تمكنوا من وصلوا إلى مراحل تشكيل قوة سياسية، قوة اجتماعية، قوة اقتصادية. هذه القوة لن تكون بالسهل. هذه القوة أصبحت تنمت وأسست أمام أنظار العالم وبتأييد عالمي. كل هذا الكلام لا يعني أنني أقول سوف نسند ظهرنا إلى الأمريكان أو إلى الروس ونحن مرتاحون. لا، حقيقة ليس بهذا الشكل. نحن نمارس السياسة، نتعامل ونتحاور مع جميع الأطراف الدولية. سيد عبد الغني، كيف ترى مستقبل هذه المرجعية التي تم الاتفاق على تشكيلها، وماذا ستقدم في المستقبل للشعب الكردي؟ المرجعية الكردية باعتقادي هو حلم لكل كردي. من أحد بوادر النجاح أن المرجعية تشكلت على أرض روج آغا. لم تكن هذه المرة. نحن نتعامل ومع جميع الأطراف الكردستانية بنفس المسافة. جميع الأطراف الكردستانية هم كردستانيون ونحترمهم ونتعاون معهم وندعمهم ويدعموننا. أما في مسألة روج آغا، كون الكرد لهم خصوصية سورية، يجب أن نتعامل مع كرد سوريا كخصوصية. لذلك أولى مبادرة أسباب النجاح أن المبادرة كانت على أرض روج آغا. هذه كانت بداية ناجحة. ثانيا، المرجعية الكردية أنا باعتقادي برعاية أمريكية وفرنسية، وهذا التداخل الدولي في الدعم الدولي لهذه المرجعية سترى النور وسيكون النجاح حليفنا. وأنا واثق أن المنطقة سوف تكون منطقة سلام وأمان في المرحلة القادمة إن شاء الله. مسؤول العلاقات الدبلوماسية لحركة التجديد الكردستاني السيد عبد الغني عمر، نشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم على استضافتكم. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء.